لقجع حل بسان بيدرو وإيفواريون بقميص المنتخب الوطني المغربي. في ساعة مبكرة من فجر اليوم حل فوزي لقجع مرفوقا بمحمد مقروف بسان بيدرو بعدما حلق من سلة، وقد أنهى التزاما حكوميا هاما بالعاصمة الرباط. لقجع فور وصوله وبعد رحلة جوية داخلية حل ولاعبو الفريق الوطني لم يأخذوا إفطارهم بعد، وخلف وصولهم أجواء من الارتياح بينهم، مثلما تم توزيع 600 قميصا للمنتخب الوطني على إيفواريين قاطنين في سان بيدرو مع إعلام المغرب وتمكينهم من تذاكر مباراة الأسود وتنزانيا، حيث طوابير طويلة لهؤلاء هتفت بأسماء نجومه حكيمي وحكيم مع بوفال. وستشاهدون أكبر حضور في ملعب لوران بوكو معظم مغاربة.